علاش ما غاديش يكون العيد هذا العام؟ بزاف نتاع المغاربه كيتسائلوا وكيقولوا واش هذا العام هذا غنعيدوا ولا ما غنعيدوش بحال العام اللي فات. العام اللي فات في 2025 ما عيدناش لاسباب واضحه. من بين الاسباب علاش ما عيدناش العام اللي فات هو انه كان الجفاف والقطيع كان خاصنا نحافظوا عليه، لانه كون عيدنا العام اللي فات كنا غادي نهلكوا القطيع. بالاضافه لانه لو كان عيدنا العام اللي فات الاثمنه نتاع الكسيبه كانت غتكون اثمنه عاليه، وبالتالي الدرويش ما غيقدرش يعيد وغياكل العصا. داكشي باش الملك العام اللي فات قرر انه يلغي العيد حفاظا على القطيع وحفاظا على جيوب المغاربه. اللي ما عارفينش بزاف نتاع الناس هو انه العيد كان سبق له تلغى 4 المرات. كانت تلغى في 1963 و1981 و96 والعام اللي فات اللي هو 2025. فاسباب الغاء العيد كتكون واضحه. ملي كيكون الجفاف ما كيكونش الماء، ما كيكونش العلف نتاع المواشي، وحتى القطيع كيعرف واحد التراجع كبير، وبالتالي فحتى الا كان غيكون العيد كيكونوا الاثمنه نتاع القطيع كتكون مرتفعه، وبالتالي المواطن هو المتضرر. بالنسبه لهذا العام فكنظن بانه العيد ما غاديش يتلغى، لانه تلغى العام اللي فات، وفي السنوات اللي كانت تلغى العيد ما عمر العيد تلغى 2 مرات متتابعين. فانا شخصيا كنتمنى انه هذا العام هذا ما يتلغاش العيد، وكنتمنى كذلك انه المواطن ما يضرش خوه المواطن الاخر. كيفاش هذا الشيء؟ كنتمنى انه الشناقه ما يبقاوش، وحتى الا كانوا غيبقاو يقنعوا بالقليل، لانه الحواله كيكونوا غيتقاموا بواحد الثمن اللي هو معقول، ولكن ملي كيدخلوا الشناقه كيولي الثمن خيالي. وفي الاخير بغيت نعرف الراي نتاعك انت، واش انت مع الغاء العيد ولا ضد؟ واش كتظن بانه العيد غيتلغى هذا العام ولا لا؟ فخلي لي التعليق ديالك في خانه التعليقات.